وضربة حرة عند محمود عبد الرازق. شيكابالا هو اللي واقف على التنفيذ. عمرو زكي واقف جوه منطقة الجزاء وترقب وحذر. وادي الكورة من شيكا حلوة المرة دي وفتح الله جول للزمالك. بقول لكم الضربات الثابتة لو استغلها نادي الزمالك، ومحمود فتح الله بيسجل الاول للزمالك من عرضية ايجابية من محمود عبد الرازق فضل الله شيكابالا. هدف في الدقيقة 51 وجمهور الزمالك بيعلى مع الهدف ده. شيكا كده محمسها وضربة حرة اتلعبت حلوة قوي من شيكا، عدت وفتح الله والمرمى وجول للزمالك الاول لمصلحة الزمالك. هل الكرة هتبتسم للزمالك كما ابتسمت مع الزمالك قدام وادي دجلة، ام يظل رجال انور سلامة عند الموعد ويقدروا ان هم يوقفوا الزحف الزملكاوي؟